السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المتابعين، حلقة جديدة ولايف جديد. أتمنى تكون حلقات الأسبوع ده كلها عجبتكم، وهنبتدي بأول حالة من حالات الأسبوع. بس طبعا بفكركم ما تنسوش تشوفوا بوست الخميس الأسبوعي. وبوست الخميس الأسبوعي بتاعنا الصراحة في إجابات رائعة المرة دي من دكتورة نور. الناس اللي معاها على جروب الواتساب يعني يا بختكم، لأن انتوا بتسمعوا شرح من الدكتورة نور رائع جدا للحالات بتاعة الأسبوع. دكتورة نور طبعا أدمن على التو من جروبس الفيتال ميديسين سكول على الواتساب، فلو انت مش على واحد فيهم هي موجودة الدكتورة نور على جروب رقم 2 وجروب رقم 1. بيشرح لنا شرح جميل جدا على جروب رقم 2، اتمنى تشوفوه. وانا طبعا بحط السكرينات، لكن هي برضو بتشرح الصراحة اكتر بكتير. ويعني ربنا يجازيها خير يا رب. طيب، اول هنبتدي طبعا من ايه باكوردز، يعني من حالات من حالة يوم الثلاث. طبعا انتوا لاحظتوا بقى انا بحط سبت حد اتنين تلات 4 حالات. الاربع الالترا بوست بتاعنا من ابداع الدكتوره اميره شوقي. الاسبوع ده كان من حالات الاسبوع اللي فات الميكل جروبر. طبعا انت ممكن تحط برضو حاله، وممكن تحط مقاله وانا هاخدها وانشرها باسمك على الويب سايت الالترا بوست. وبرضو بتبقى يوم الجمعه على الالترا سكان وبيجاني الترا ساوند سكول. يلا نبتدي. الحاله دي بوزيتيف كونسانجوينيتي، واكشولي البرين. اول حاجه في داندي ووكر سبيكترم، يعني ظاهر في المشكله في البوستيريور فوسا. البوستيريور فوسا از ابنورمال. ممكن اقول ان السيربيلم شكله صغير، وبرضو الفيرمس يعتبر ابسنت تقريبا. فيرمس هايبوبلاستيك فيرمس، ففيها داندي ووكر سبيكترم. غير الداندي ووكر طبعا بروميننت فنتريكلز، ودي فايندنج ممكن تبقى موجوده هيدروكيفالوس بلس داندي ووكر سبيكترم. طيب، لما بنيجي نطلع ونشوف خد بالك الحاله دي تقريبا رينج 16 17 اسبوع. خدوا بالكم ان الهارت ظهر فيه 2 فيسل بس في الليفل بتاع ال في الليفل بتاع السي فيسل 2 فيسلز بس، و بلس سب اورتيك بيريمبرينوس في اس دي. فاكشوال انا شفت اجابات جميله، والكومنتات اللي كانت موجوده انا ماشي مع تي جي اي اكتر بلس. ممكن تي جي اي وممكن دورف، يعني ده او ده. يعني 2 فيسلز موجودين مع سب اورتيك بيريمبرينوس في اس دي، ممكن تبقى تي جي اي مع في اس دي، ده الموست بروبلي يعني. حد يقول لي دورف مع تي جي اي، اوكي انا معاك، بس انا ميال اكتر للدي تي جي اي مع في اس دي او اي في كانال ديفكت برضو ممكن. مجرد وجود الاثنين فيسلز ده يقول لك ان برضو الاحتمال الثالث البلمونري اتريزيا، ما ده برضو احتمال قائم موجود، والنيفر نو غير لما نعمل مالتي سلايز بعد الولاده. ولكن اتس كومبلكس كارديك انومالي، في 2 فيسل موجودين في الليفل بتاع 3 فيسل. في داندي ووكر فاريانت موستلي ذيس كيس ويل بي سندروماتيك. ممكن يبقى فيها هل ممكن تبقى ترايزومي 18؟ اكشولي الابر واللور ليمبز ما كانش فيهم كلينشنج خالص للهاندز، فانا مستبعد مستبعد الترايزومي 18. ولكن ماشي. ادينا احنا طبعا هنفول اب الكيس لو كملت. وانا طلبت منها جينيتك ستادي برضو، او ان احنا نسحب امنيو، بس الحاله يعني شكلها مش هتعمل، فاحنا منتظرين الفول اب بتاعها ان شاء الله، وهبلغكم بالتفاصيل زي ما بعمل في كل حاله. فبالتالي انا هقول ان الحاله دي عباره عن تي جي اي فيرسس دورف ممكن، وداندي ووكر فاريانت اي جس، او داندي ووكر مالفورميشن اكتر. انا احب اقول داندي ووكر سبيكترم برضو. you will never know, you will not be sure until after a birth بالفيتال برين ام ار اي. احبائي الكرام، نكمل لايفنا الجميل وناخد الحاله. طبعا خدوا بالكم بقى من الحالتين دول هينزلوا الاسبوع الجاي ان شاء الله، حالتين رائعين للدكتوره وردشان، والناس بدات تجاوب، فبشكرها على الحالات الجميله، وان شاء الله معانا في الاسبوع القادم. طيب، اكشولي هناخد الحاله اللي بعديها، حاله
طبعا ظاهر فيها الليفر مع الجول بلادر، ودي طبعا يعني اشيك حاجه شفناها مع بعض في الشيست، وبالتالي اتسكيسو في مورجاجني هيرنيا رايت كونجنتال ديافراجماتيك هيرنيا، والهارت مزقوق خالص ناحيه الليفت بزياده، يبقى اذا ناحيه الرايت سايد حصل هيرنيشن. ولما حصل هيرنيشن ناحيه الرايت سايد راح فين؟ الهيرنيشن اللي موجود ناحيه الرايت سايد زق الهارت ناحيه الليفت. فايه اللي موجود في الرايت سايد بتاع الشيست؟ الليفر اهو. this is liver, this is gall bladder. انت ده من يعني الحاله دي من اصعب الحالات اللي هي على مورجاجني هيرنيا او رايت سايد كونجنتال ديافراجماتيك هيرنيا، لان انت فين الليفر. انا لو قلت لكم الريبورت نفسه بيبقى جاي عامل ازاي، يعني لو الحاله عامله قبل كده طبعا بتلاقي مثلا حد كان كاتب قبل كده سيست في الليفت لانج او في الرايت لانج، لان هو شايف الجول بلادر ان هي شكل سيست، ما هو عنده حق برضه، ولكن هي اكشوالي هو ما خدش باله ان دي الجول بلادر موجوده في الشيست. كل ما الجهاز بتاعك عالي كل ما هتعرف تفرق الايكوجينيستي ده ليفر اللي انت بتشوفه، الليفر ده ليفر فين؟ في الشيست. خلاص الموضوع منتهي، تبقى دي رايت سايدد ديافراجماتيك هيرنيا. برافو كل اللي جاوب صح، برافو عليكم. رقم 3 حالة رقم 3 اجابات جميلة جت عليها، بشكركم كلكم على الاجابات الجميلة اللي جت. في ناس قالت absent arm radial ray anomaly، تمام. this was a case فعلا of radial ray anomaly. عايز افرد ما مش عارف اعملها ازاي الصراحة. عايز افرد او ماي جاد. يلا خير، تمام. هنا مفيش حل غير ان احنا نطلع خالص بره وافتحها تاني واحاول. بالظبط. عشان ما بيستجيبش ليه اهو كده الكوماند مظبوط. طيب الحاله دي بوزيتيف كونسانجوينيتي، الام عندها ثيرويد، عندها 44 سنه، الحاله سندروماتيك، الحاله سنجل امبليكال ارتري. لو انت كملت شويه هتشوف صوره الكفر فوتو عباره عن راديال راي انومالي. لو انت بصيت في بوست الخميس هتلاقي الدكتوره اميره عامله لك سكرين شوت، والدكتوره نور سكرين شوت للراديال راي انومالي. انت شايف فور ارم وبعدين حته من الارم وحته من الهاند، ده اللي انت شايفه في الايه، في الليفت لور ليب، الليفت ابر ليب. فراديال راي انومالي مع اوفر رايدنج اورتا مع في اس دي، فالوت اوفر رايدنج اورتا، ليفت اكسس ديفيشن و في اس دي بلس راديال راي انومالي بلس سنجل امبليكال ارتري. احبائي الكرام، فذيس ووز اهو ده الراديال راي انومالي، رائع، جميل 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 جميل. اهي بقيه الهاند اهي راديال راي انومالي مع الحاله بتاعتنا. this is a case of فالوت مع راديال راي انومالي موستلي سندروماتيك. فاتعشم تكمل الفيديو وتقعد تشوف شكل الراديال راي انومالي اللي هو زي ما الكتاب بيقول، ودور عندي في القناه على حالات تانية راديال راي انومالي. نيجي للستار بتاع الاسبوع، للاسف ما خدتش حقها برغم انها جميله جدا، بس هي للاسف هي معتمده على فالفولار ديزيز، فالفالفولار ديزيز قلما بياخد حقه في السونار، معرفش ليه. طبعا انا بادئ لك الكليب بان انا اوريك ان في يعني مشكله في الكلر دوبلر عند البلمونري ارتري. اليزنج رهيب، الاليزنج الرهيب دي معناها ان في بالمونري ستينوزس، ما بلان سيمبل يا جماعه، الموضوع بسيط خالص يعني. فاكشولي في حد جاوب صح، كتب بالمونري ستينوز، دكتور محمد عاصم، انا بشكره على فكره، يعني بوجه له شكر خاص، اجاباته جميله جدا، بس اي دونت ثينك انه جاوب هنا. ده هو دكتور محمد عاصم، برافو. هو رد على الرد بتاع فانا نسيت احط فاكشن، انا هاخد سكرين هنا ان هو يستاهل دكتور محمد عاصم يتحط في لوحه الشرف في الاجابات عشان الاجابات الجميله دي.
فعلا في هايبرتروفيك كارديوميوباثي حصل ويز اسايتس اورتا وليفت فنتريكل سمور. هل هو كواركتيشن؟ قلت له لا، خد بالك ده بالمونري. يعني البالمونري هنا انكريز فيلوسيتي بالمونري فلو ويز توربulence بالمونري فاسكل ثرو ويز بوست ستينوزيس. الله عليك الله عليك الله عليك، ابدعت يا ابني والله. دكتور محمد عاصم قال لك ايه؟ بالمونري فالف ستينوزيس ويز بوست ستينوتيك دايلاتيشن. لو انت لسه مكمل لحد دلوقتي في الفيديو يبقى برافو عليك، عشان انت هتوصل هنا للحاله دي وهتفيدك. اتس رير كيس اوف بالمونري فالف ستينوزيس، مش هتشوفها كتير. ويز بوست ستينوتيك دايلاتيشن مع، وجايب لك الكلر دوبلر بتاع البالمونري مع هايبرتروفيك كارديوميوباثي مع فيوجن مع هايدروبسي فيتاليس. كل دي سيكولي، كل دي سيكولي للايه؟ للبالمونري ستينوزس. للبالمونري ستينوزس. الحاله بالمونري ستينوزس من الاول سيفير، ولدرجه انها عامله 1 2 3 4 في الايه؟ في الحاله. احبائي الكرام، اتعشم تكون الحاله دي عجبتكم، ويرجع بص على اللايف وخش شوف اجابه الدكتور محمد عاصم الرائعه. انا هاخدها الصراحه سكرين شوت بعد ما اقفل معاكم اللايف هنا. انت ممكن تكمل الفيديو بقى، وهي دي هزودها في بوست الخميس. شكرا جزيلا.